السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم دار أحكي لكم القصة بتحكي عننا نحن كسودانيين. بيحكي طبيب في السعودية في الرياض وهو في المستشفى، قال جات الدورية وجابت مريض سوداني مغمى عليه. المهم قال عملنا له الإسعافات الأولية وخشجناه المستشفى، وقال قابل الدكتور والمهم طلبوا منه علاج ب400 ريال. قال دخلت يدي في جيب السعوداني وفي المحفظة حقته لقيت 20 ريال والعلاج ب400 ريال. قال ما قدرت أجيب أي حاجة. قال قلت انتظروا لما نصحى وزالوا إذا عنده زول في الرياتين. المهم قال انتظرت لما نصحى وطمنت إنه كويس وبخير. قال سألته قلت لي عندك زول في الرياتين؟ قال له لا. قال لي المطلوب شنو؟ قال لي المطلوب دايرين علاج ب400 ريال وفي المحفظة حقتك لقينا 20 ريال. قال لي اديني الروشتة. قال عايل الروشتة وقال لي هاك اطلع برا أي سوداني مار دي الروشتة دي وقول لها عندك أخوك سوداني أصرف له العلاج ده. المهم الدكتور قال لي أنا شلت الروشتة وما مصدق، يعني شايف الشغلة كيف. المهم قال أنا لازم أعمل كده. قال له واقف في الشارع ومنتظر. قال شفت السودانيين نفرين ماشيين ومن لبسهم عرفتهم سودانيين. قال المهم ناديت ليهم وحكيت لهم الحاصل وريتهم زي ما قال لي. قال شالوا الروشتة ومشوا. سألوني عن رقم الجناح كم، قال وريتهم ومشوا. قال أنا شايف الشغلة مستحيل ومشيت مع الدكاترة قال بنضحك وشايفين الشغلة يعني ما بتجي. قالوا فضحكنا. جا خش الأول شايل الكيس مليان علاج وجل بعده الثاني شايل الكيس مليان فواكه. قال المهم خشوا عليه وسلموا عليه وطمنوه وتونسوا معاه ووكلوه. وانا قال براغب ساي. قال قبل ما يمشوا دخلوا يدينهم في جيبهم اي واحد مين طلع لي حاجه خدتوها لي تحت المخده او الوساده حقته. قالوا انا براغب فيهم. قال خليته لما نام وجيت دخلت يدي لقيت خدت له 200 ريال. قال انا في الحاله دي قربت اجي النهايه. قال كان بامكاني انا اعمل الحاجه دي لكن ما بقدر، لانه دي عاداتنا نحن السودانيين، دي شهامتنا نحن السودانيين، وده كرمنا نحن السودانيين. دي حاجة ما بتلقاها إلا في سوداني. وكيف يكون الحال لو ما كنت سوداني؟ تحياتي.